ازيكم يا شباب، ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هوريكم احسن موقع ممكن تتعلموا عليه برمجة. الموقع ده ينفع محترفين ومبتدئين. اول حاجة ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لي لايك واشتراك على القناة. الموقع ده بالمناسبة موجود منه ابلكيشن على الاب ستور او جوجل بلاي. المهم هنفتح المتصفح، نكتب سولو ليرن. هتظهر لك اول نتيجة هتدوس عليها. الموقع هيحمل معاك بالشكل ده. طبعا لو انت عندك اكونت اساسا ممكن تخش عادي. طب لو انت ما عندكش اكونت هتدوس ريجستر، وطبعا هنا هتملى كل البيانات سواء اسم او ايميل او باسورد. او لو انت عندك اي حساب سواء ابل او جوجل ممكن تسجل من عليهم. هيظهر لك الويندو بالشكل ده. بعدها انت هتختار اي حاجة هو بيعرف عنك بس تفاصيل عشان بس يحسن experience بتاعك وانت بتتعلم برمجة. فكل الكلام ده مش مهم قوي. هنجري اهو الفيديو دلوقتي عشان ننجز. وسط الحاجات اللي انت بتختارها هتلاقي في الكورس اللي انت مناسب ليك هتختاره. بعد كده هيظهر لك ويندو بالشكل ده. ده لو انت عايز تعمل اشتراك بتاخد اول 14 يوم مجانا، وبعد كده بتدفع في كل شهر قرب 300 جنيه. بس احنا ملناش دعوة، احنا عايزين نشتغل مجانا. هنا هتدوس على start my first lesson، وطبعا انا اخترت بايثون. هو بيشرح لك كل حاجة بالانجليزي، وزي ما انت شايف بيبتدي معاك واحدة واحدة وبيعرفك ايه هو البايثون، وبعد كده بيعرفك على print وبيديلك سؤال تجرب تجاوبه. هو يعتبر بيديلك في حدود ال5 exercise في كل lesson عشان تبقى فاهم الدنيا ماشية ازاي. ودي ميزة الصراحة أنا شايفها حلوة جدا لأي حد عايز يتعلم البرمجة وبيبقى مش عارف يطبق الكلام ده في الأول. طبعا هو في لغات تانية غير البايثون هبقى أوريها لكم بعد ما أخلص الليسن. طبعا زي ما انتم شايفين عندي الكومنتس أو التعليقات. هنا بيظهر لي تعليقات الناس، أو لو حد مثلا عنده مشكلة أو بيسأل سؤال كده يعني، والناس طبعا بتجاوب. وعندك هنا القلوب دي عاملة زي كاندي كراش بالظبط. يعني هديك مثال، لو انا مثلا غلطت في السؤال ده هنا القلوب هتنقص. زي ما انت شايف هنا السؤال جاوبته غلط فالقلب نقص 1. طبعا هو بينقلني على السؤال اللي بعده، بس لو عايز ارجع له بدوس على السهم واقدر اجاوبه صح عادي جدا او غلط. طبعا بعد ما بخلص الدرس ده اللي بيظهر لي بدوس continue، وبدوس هنا continue تاني وبيديني نقط. البلوكات البنفسجي دي بستخدمها ان انا اجيب قلوب تانية عادي بدل ما استنى عدد ساعات كتير. هنا بختار اي حاجة برضو. هنا زي ما انتم شايفين دي الكورس بتاع بايثون بيبقى عبارة عن ايه. في حاجات كتير قوي. زي ما انتم شايفين في الاول خالص بيعلمكوا الحاجات الاساسية اللي هي بتتعلمها في اي لغة برمجة سواء بايثون سي اي حاجة. بس طبعا كل لغة بيبقى ليها طريقة معينة. بعد ما بتفهم الاساسيات بتخش بقى في الحاجات التقيلة زي التابلز exceptions الحاجات دي. وهنا introduction to OOP. وبعد كده بتكون كده يعتبر خلصت الكورس كامل، الحاجات اللي هي الأساسية وبتكون مستوى وسط. لو عايز تبتدي lesson تاني بتدوس learn. وهنا عندك نوعين من practice. عندك ال AI generated practice practice العادي. practice العادي هو ده مجاني، اما ال AI generated ده اللي بفلوس، مش محتاجينه الصراحة. وبعد نهاية كذا درس بيبقى فيه موديول كويز،
ودي بتبقى حاجة كويسة عشان تشوف انت وصلت لفين. عندك بقى كورسات تانية، عندك هنا انا اخترت بايثون. في حاجات بقى كتير قوي زي ما انا قلتلكوا في الفيديو، عندي C SQL HTML CSS جافا وجافا سكريبت، حاجات كتير جدا زي ما انتوا شايفين. وساعات بتبقى اللغة متقسمة على مستويات. هنا في حاجات برضو ليها علاقة بال AI ممكن تستفيدوا منها. طبعا خلي بالك عشان القلوب لو خلصت هتضطر ان انت تستنى كذا ساعة. انت ممكن مثلا عند اخر قلب ممكن ساعتها تستخدم ChatGPT مثلا لو في سؤال انت مش عارفه وتجاوبه شفوي لنفسك. يا رب يكون الفيديو عجبكم وان شاء الله تستفادوا. وما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك للقناة وتصلوا على النبي.